خلونا متفقين إن مش بإيدينا نوقف عجلة الزمن، والتطور بيحصل. اللي عملوه أهالينا ما عملوهوش أهاليهم، واللي احنا عملناه أهالينا ما عملوهوش، لأن التطور لازم منه وعجلة الزمن لازم بتدور. احنا دلوقتي عندنا ميكروويف وفرن بالكهرباء، أهالينا كان عندهم بوتاجازات، أهاليهم كان عندهم كانون. بالمناسبة الكانون ده قلبين طوب كده بيحطوا الحلة فوقيها عشان تستوي، وبيشغلوا النار تحت بشوية قش أو حطب. التطور بيتم بناء على السرعة والعصر اللي احنا فيه. بنشوف الأم بتيجي من الشغل تجري بسرعة تغير هدومها عشان تلحق تعمل الغدا قبل ما جوزها يجي من الشغل، وبعد ما يتغدوا تلحق تروح تذاكر لولادها عشان يلحقوا يخلصوا دروسهم قبل ما يناموا، وبعد ما يناموا هي تجري على المطبخ تروقه عشان تلحق تنام بدري عشان هتصحى بدري لشغلها، وتصحى بدري لشغلها وتعمل فطار وتفطرهم عشان يلحقوا مدارسهم، وتنزل توصلهم بسرعة المدرسة عشان تلحق تجري تروح على شغلها. كله لحق. عصر السرعة